بنشيل كل ما هو ليه علاقه بالموتور البنزين من العربيه. يعني أوكي. ده معناه الموتور، الشكمان، تانك البنزين، الريداتير، واي حاجه ليها علاقه بالموتور. حب الحقبه التاريخيه اللي العربيات دي بتمثله لضمير امه ولشعوب فهو ده يعني ده الكونتكست بتاع حب العربيات القديمه. وبعدين نضيف عليه بقى الوعي البيئي. اولا يعني انا مبسوط جدا ان انت معانا النهارده. كنت من سعداء الحظ ان انا جيت زرتك في الجراج وشفت الشغل الجميل اللي بيتعمل، بس عشان الناس طبعا ما تعرفش احنا بنتكلم على ايه، فعايزك الاول تعرف لي نفسك وتقول لنا شركه جنريت بقى بتعمل ايه بالظبط. مساء الخير الاول، ازيكم؟ انا اسمي عمرو حسني، انا عندي 49 سنه. انا من هواة السيارات الكلاسيكيه، وبقالي في الكلاسيك كار ريستوريشن او يعني تجديد وتعديل العربيات الكلاسيك بقالي زمن، بقالي حوالي 30 سنه. العربيات من عربيات بتلعب في عربيات البنزين يعني او بتعدل في عربيات بالظبط البنزين. كده، عربيات أوكي. كلاسيك، اي حاجه ليها علاقه بتراث، عربيات قديمه، كلام احنا مهتمين. اوكي. طول عمري بحب العربيات، بس جت لحظه فارقه كده شويه لما ابتدينا نكون environmentally aware. اوكي. الوعي البيئي ابتدى يكبر عندي شويه، فابتديت احس بانه ده ممكن يبقى كونفليكت او يبقى تضارب في الاهتمامات. بترفع العربيه بتخليها مور باورفول او اقوى بالظبط كده. فانا الحته اللي كانت بتعجبني جدا في العربيات الكلاسيك ما كانش الاداء، لان هي عربيه قديمه. اوكي. فما كانش الاداء هو اللي يهمني قوي، هو التصميم، الفكره، الاحداث اللي مرت بيها العربيه الكلاسيك دي من ساعه ما اتعملت لحد ما وصلت لي. فاهم قصدك، حاسس ان معاك حاجه تاريخيه جميله بالزبط. وعايز تحافظ عليها وبتطورها مع الوقت. بالظبط كده. فهو انا عندي الموضوع مش حب امتلاك اكتر منه معرفه وحب للتصميمات فانا هو مش موضوع ان انا عندي عربيه فاهم قصدك واظبطها. لا، هو نوستالجيا او الحنين. طب خليني بقى اسالك سؤال بقى. قول لي. يعني شوف، انت كنت عمال حته جميل جدا ان انت الحنين للحاجه الكلاسيكيه وان انت تقعد بتحافظ عليها وبتطور فيها عشان تخليها يعني نقول كده لا تفقد قيمتها مع الوقت وتبقى حاجه اوبسوليت زي الحاجات اللي شغاله بالفحم، المولدات والكلام ده كله. فخلينا نشوف هل التطور برضو الطبيعي اللي انت شفته ان انا نحول الحاجه الكلاسيكيه دي ان هي تبقى تشتغل بالكهرباء. يمكن قلنا تشبيه حلو قوي زي الاجيال الجديده دلوقتي اللي بيعلم جده ازاي يفتح الواتساب او يشتغل فهل دي كانت من ضمن الحاجات اللي انت شايفها اللي جمعت خلينا نقول الشغف بتاعك بان انت العربيات الكلاسيكيه وان انت تلعب فيها، مع هل تلاقى بقى موضوع الانفايرمنتال اويرنس اللي بقى عندك مع الموهبه الجميله اللي عندك ان انت تعمل حاجه تحولها لكهرباء؟ يمكن دي فكره الشركه اللي طلعت بيها بالظبط. ده اللي حصل بالملي، كانك كنت قاعد في راسي وانا بعمل والله بتكلم بجد. ده كاني بالظبط انت كنت قاعد في راسي وانا بتكلم الكلام ده، لانه الكهرباء كانت دمها خفيف. فانا ابتديت اعرف انه في حاجه اسمها ريترو فيتنج سوليوشن بتعمل في العربيات الكلاسيك. طيب معلش اسف، ايه هو؟ عرف لنا يعني ايه ريترو فيتنج. ريترو فيت هو بكل بساطه احنا بنعدل او بنحدث عربيه شغاله بالبنزين. اوكي. كهرباء. اوكي. بنشيل كل ما هو ليه علاقه بالموتور البنزين من العربيه. يعني أوكي. ده معناه الموتور، الشكمان، تانك البنزين، الريداتير، واي حاجه ليها علاقه بالموتور. أوكي. بنسيب الجير بوكس. ممكن تسيب الجير بوكس عادي، ده الناس برضو احنا بنشجع ان احنا نسيب الجير بوكس. أوكي. لانه احنا عايزين
نشيل على قد ما نقدر، بس في نفس الوقت مش عايزين نرمي. صح. يعني الموتور فالحاجه اللي تقدر تعملها ريوز بتخليها. بالظبط كده. بالظبط. فالموتور ده when you scrap it، لما بتخرده بيبقى خرده. الموتور ده بفلوس طبعا. الموتور ده ليه طبعا في سبايك وفي معادن ما هياش رخيصه، فده هنعمل له برضو ريسايكلينج بلان. يعني طبعا. يعني انت النهارده جايب لي عربيتك بعمل لها ريترو فيتنج، فانا الموتور ده هينزل من التكلفه اللي انت هتدفعها. طب سؤال، ما ده بقى خلتني دلوقتي اتكلم في نقطه كويسه. انت قلت الريترو فاتنج ان انا بتخلى او بشيل كل المكونات بتاعت العربيه البنزين او الاحتراق الموتور الاحتراق الداخلي، الاجزاء اللي ليها علاقه بالموتور. بالظبط. وبتبدلها باجزاء الكهرباء. السؤال بقى، هل معنى كده ان احنا ممكن نوصل ان العربيه لو هحولها لكهرباء يبقى سعرها انسب بكتير من ان انا بشتري عربيه كهرباء من البدايه؟ ده حقيقي مليون %. بس احنا لازم نفكر بطريقه مختلفه شويه. الطريقه اللي الناس بتفكر فيها لما بتسمع كلمه عربيه كهرباء، ودي حاجه جلوبال مش في مصر بس، هو العربيه دي بتمشي كام كيلو، المدى بتاعها كام كيلو، وسرعتها قد ايه. مظبوط. هم دول الحاجتين. ليه؟ أيوه. لان هي تكنولوجي جديده، اتس ان الين تكنولوجي بالنسبه للعالم كله طبعا. ومش كل الناس عندها الوعي ان انا ابقى عارف انا عايز ايه من العربيه. فاحنا دلوقتي دورنا كستارت اب ان احنا مش نعمل ريتروفيت سولوشن بس، لا احنا كمان عايزين نعمل توعيه للناس علشان تفهم انه المايند سيت لازم يختلف. مظبوط. طريقه التفكير في العربيه ان جنرال لازم تختلف، مش الكهرباء او البنزين. هو في استهلاكنا في كل حاجه فعلا. هو يعني بالظبط كده. احنا بالظبط كده. بس هنرجع طبعا نتكلم على حته احنا قد ايه كونسيومريزم خدتنا، بس ده موضوع كبير جدا ماشي. مش عايزين نتطرق له. احنا خلينا في الحته بتاعتنا اللي هي بتاعت انا لازم افكر دلوقتي انا محتاج ايه من العربيه. اوكي حلو. فانا النهارده لو انا عندي عربيه بعمل بيها حوالي 60 70 كيلو في اليوم، يبقى الريتروفيت ده هايل. هو متوسط الرحلات في مصر قد ايه تقريبا؟ هو كان في دراسات اتعملت بتقول 30 40 كيلو. اوكي. لا هو مش 30 40 كيلو، هو دبل، هو 60 كيلو. يمكن دلوقتي مع المدن لما عماله تكبر. بالظبط. والطرق طبعا احنا عندنا طفره طرق غير عاديه ونشكر الحكومه عليها. لانه بصراحه يعني انا من سكان المعادي، وعايز اقول لك انه انا في حياتي وانا عندي 49 سنه ما شفتش السموثنس ان اند اوت من الحته اللي انا ساكن فيها بصراحه. فشكرا. فنرجع لحته ان احنا لازم نغير طريقه التفكير في العربيه، بنزين او كهرباء او غاز او اي حاجه. لازم نبتدي نفكر يا جماعه هو انا محتاج العربيه في ايه. اولا في طبعا احنا البنيه الاساسيه في البلد احنا طبعا في طفره غير مسبوقه، ودي حاجه طبعا برضو بشكر عليها يعني القائمين عليها، بشكرهم جدا. وده بيتغير. يعني الدنيا دلوقتي في مصر بقت رايحه ناحيه ان احنا هنستعمل طرق مواصلات جماعيه. طيب لو انا لازم اصبح بيتبص يعني الطريقه اللي هنتحرك بيها كحل وليس كمنتج بشتريه. يمكن ده اللي لسه كنا بنتكلم فيه قبل البتاع، موبيليتي سوليوشن. بالظبط كده. بالظبط كده. فاحنا الانتجريشن او التداخل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نطبق ده كمان، او نساعد بعض بقى، نساعد بعض كمواطن وكدوله، ان احنا نقلل شويه من الانبعاثات الكربونيه اللي بجد فاقد كل حلول. احنا بس انا من اكبر 5 مدن في العالم تلوثا. صح. احنا يا جماعه ده خطر. ده لازم كلنا نراجع ضميرنا في الحته دي، حكومه وشعب طبعا. وانا ما بقولش ده برضو عشان انا بحاول ان انا احسن، لا ده هو ده كلام لازم. يعني الوعي البيئي لازم يكون في اولويات الناس. طبعا انا عارف ان اولويات المواطن في مصر متغيره. انا كنت لسه اقول لك يا باشمهندس عمرو، انا عارف ان الوعي البيئي مهم جدا، بس خليني اخد انا طاقيه المستهلك. تمام. وهقول لك انا اول حاجه هدور عليها، ماشي عندي استعداد اركب كهرباء، انا في اليوم بعمل 100 كيلو متر، معايا كهرباء، عربيه كهرباء تمشي 100 كيلو متر مثلا. حلو. بس عايز اعرف دلوقتي التكلفه هتكون كام؟ هل فعلا الريتروفيتنج حل افوردبل وايكونوميكال كويس، وممكن مع الوقت الاقي فعلا ايه ده انا حولت عربيه كهرباء
بقت توفر لي اكتر من عربيه بنزين اللي انا معاها، وفي نفس الوقت ما كلفتنيش كتير عم اعملها. هل ده فعلا افيلبل دلوقتي ونقدر نعمله؟ بص، هو احنا في مرحله الار ان دي دلوقتي، او اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت، او اللي هو الابحاث والتنميه والتطوير. واحنا بجد همنا الاساسي النقطه دي اللي انت تخلي التكلفه عند المتوسط. هو احنا العامل البيئي عندنا هو الجزء الكبير من اللي احنا بنحاول نعمله، بس تخيل ان احنا العامل الاقتصادي بقى ماشي بارالل مع العامل البيئي، لانه مع احترامي الشديد لكل الناس اللي بتتكلم بلسان العامل البيئي، يا جماعه احنا ما ينفعش نروح لحد اقتصاديا يعني كلامك صح، تشالنجد، كلامك واقول له معلش اركب عربيه كهرباء. ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. احنا فانا لازم اراعي طبعا البعد الاقتصادي قبل اي شيء تاني. صح، ماشي حقيقي. ليه؟ لو انت النهارده عايز المواطن يتعامل، شكرا، لو انت عايز لو انت عايز المواطن النهارده بجد يتعامل ويتجاوب مع سياساتك كراجل فيجينير او راجل عندك كونسبت عايز تطبقه بيئي، لازم تحط العامل الاقتصادي في طبعا الاعتبار. اكيد. فاحنا في جنريت بنحاول دلوقتي في المرحله دي ان احنا نوصل لحل متوسط يكون فايبل، او يكون يعني جدي. صدقني اقول لك على حاجه، هو مش وسط، هو مش هو ده المثل اللي الناس بتدور عليه. هو ده بالظبط كده. فاحنا الدافع الاقتصادي عندنا هو يكاد يكون في نفس حجم العامل البيئي. طبعا. فاحنا مش ناسيين ده خالص طبعا. يعني خد بالك الريترو فيتنج كتكنولوجي هو مش حاجه جديده. انا ما بعيدش اختراع العجله، بس التشالنج المره دي في ان انا بقى بعيد اختراع العجله من الناحيه الاقتصاديه. صح. يعني النهارده لما بتروح النهارده تتكلم في ريترو فيت في اي حته في الدنيا، الافريج ايج من 10 ل 15000 يورو بالظبط، يعني 300000 جنيه حضرتك. ايوه صح. هي العربيه كلها بكام؟ معايا واجيبها صح كده؟ الاول كهرباء، صح كده؟ لا، فانا عايز انزل بسولوشن يكون فعلا فايبل للناس كلها، علشان النهارده ده لازم يبقى المايند سيت بتاعنا. انا النهارده عندي عربيه لا محتاج منك تجري 160 كيلو. صح. طبعا النهارده ما شاء الله طبعا الرادارات يا جماعه، الرادارات يا جماعه ناخد بالنا يا جماعه، نشجع عربات الكهرباء، ناخد بالنا يا جماعه. الرادارات طبعا النهارده يعني طبعا زي ما انت فاهم نمره واحد، ومفيش اصلا مكان نجري فيه يعني. صح. هو اصلا الدنيا كلها زحمه، هو داخل المدينه زي ما انت قلت 60 واخرك 80 على المحاور يعني بالظبط كده. فهي اوريدي اصبحت تحس الطرق مصممه دلوقتي ان هي تستوعب العربات الكهرباء بالبيهيفير بتاعها الجديد. بالظبط كده، بالظبط كده. فطبعا نرجع ونقول برضو، يمكن انت سمعت الكلام ده مني قبل كده، بس يعني ما عنديش مشكله ان انا اقوله تاني، ان احنا مش ضد فكره العربيه الكهرباء الجديده. انا بحاول الاقي بارالل سولوشن، او يعني خط متوازي، او يعني جواب لمشكله او حل المشكله في توازي مع العربيات الجديده. العربيات الجديده طبعا مطلوبه طبعا ماشي، بس برضه لازم ده يقابله من الدوله خطه محكمه للعربيات البنزين المتهالكه اللي في الشارع. فانت لازم النهارده هتقلل معاه الكاربون فوت برنت. انا عارف ان الحكومه عامله انيشيتيف او مبادره في الكلام ده. أيوه. في طبعا ان انت بتاخد فلوس على العربيه اللي انت بتخرجها والكلام ده. فده شيء هايل، بس لازم بقى نبتدي بقى ايه بعد ما نخلص من العربيات المتهالكه جدا، نبتدي نخش على العربيات اللي مش متهالكه جدا. صح. ليه؟ لانه ده بقى ساعتها هو ده الكلام المظبوط ان احنا نقلل بيه الكاربون فوت برنت. مظبوط. ده هيحصل طرديا امتى؟ لما يبتدي العربيات الكهرباء تزيد في الشارع، الريتروفيت يبتدي يزيد في الشارع، العربيات الجديده الكهرباء تبتدي تزيد في الشارع. فلازم في خطه. دي النقطه اللي انا كنت لسه هسالك فيها. هل الريجوليشنز دلوقتي اللي موجوده والقواعد التنظيميه، هل بقى في اصلا قواعد تنظيميه دلوقتي موجوده للموضوع ده، ولا لسه برضو محتاجين الدوله تقدر تبدا تبص لموضوع الريترو فاتنج از سوليوشن فعلا، مش مجرد حاجه بنعدلها ويعني اصبح الريترو فاتنج اللي عايز اقوله ان الريترو فاتنج ممكن يكون حل زي ما انت قلت من الجانب الاقتصادي مناسب جدا، من الجانب البيئي قوي جدا زي ما انت قلت، لان انا العربيه بدل ما هخرجها وهرميها هحولها كهرباء، وفي نفس الوقت بالنسبه للكونسيومر بقت سعرها
احسن بكتير. وفي نفس الوقت انت العربيات اللي هي الموجوده القديمه اللي تقدر تعملها ريترو فيتنج موجوده بسكيل كبير يخليك تقدر تعمل زي كت مناسبه للعربيات دي، يبقى سعرها احسن. وين 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 بالنسبه للدوله الاقتصاديا، الكونسيومر، وانت كشركه. بالظبط كده. ده هو ده بيقولوا عليه الدريم سوليوشن. مظبوط، ده الدريم سوليوشن يعني. ده وعلى فكره التطبيق اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده مش صعب خالص. احنا محتاجين تنظيم. نمره واحد. الجانب التشريعي عشان نرد على سؤالك، اوريدي الحكومه ماشيه فيه. اوكي، بداوا طلعوا فعلا قرار. طلع قرار. القرار مبهم شويه، محتاج شويه توضيحات بس في قرار وطلع في جريده الوقائع، فده معناه ان هو حاجه اوفيشال يعني. مظبوط. طلع كلمه من الحكومه ادميتنج انه، او يعني بيعترفوا انه الريتروفيت او التعديل التحديثي ده موجود على الترابيزه. مظبوط. وهيبقى معترف بيه في وقت من الاوقات يعني. فهي عباره عن ما هي مساله وقت. بس طبعا ما ينفعش ده يتعامل كحاجات تانية كتير مستنيينها. مظبوط. يعني ايه يعني ايمن انت فاهم انه جلوبال وارمينج او يعني مشكله حقيقيه طبعا يا جماعه. انا عندي واحد، معلش انا هطلع بره الموضوع ثانيه واحده اقول لك على حاجه غريبه جدا يعني. انا عندي واحد صاحبي بيشتغل في الامم المتحده، فكنا قاعدين مع بعض كده بنتكلم مع بعض، فبقول له انت اخبارك ايه واخبار الشغل ايه وبتاع. قال لي انا تمام الحمد لله، انا دلوقتي بشتغل في حاجه اسمها climate change refugees. افتكرته بيضحك. قلت له يا عم climate change refugees ده يعني ايه؟ climate change refugee يعني اللاجئين البيئيين. يا نهار ابيض. فقلت له يا عم مش الكلام ده، انت بتتكلم ازاي؟ قال لي يا عمرو انت عارف ان في قرى بحالها كان لازم نعيد توطينها في اماكن تانية لانه الميه عليت في اماكن معينه، فمن كتر ما الميه عليت اضطرينا ان احنا ناخد قرى. ودي يا جماعه دي كارثه. تتخيل انت قاعد النهارده انت ساكن مثلا في دمياط او ساكن في رشيد او ساكن في كفر الشيخ او ساكن في ماشي، ومره واحده حضرتك كده لقيت حد بيخبط عليك بيقول لك لم حاجتك بسرعه عشان انت مش هتعرف تعيش هنا تاني، احنا هنوديك الاقصر. ده واقع ملموس كل يوم الكره الارضيه بتواجهه، واقع ملموس الكوكب حتى عايشه. اعتقد درجات الحراره اللي احنا بنشوفها دلوقتي ده بقى ده اللي كنت جاي لك فيه. يعني انا يا جماعه يعني معلش يمكن اكون كبير شويه في السن، بس انا لا يعني انا من الجيل اللي هو ما كانش عنده تكييفات في بيته. جروينج اب ما كانش في تكييفات يا جماعه عندنا في بيوتنا. تكييفات جت في الثمانينات يمكن او حاجه، بس يعني لا يمكن كمان يعني النص الثاني من الثمانينات لما اهلي يعني خلاص يعني الدنيا التلوث ابتدى يبقى صح. لا ده مش جونا، صح. ده مش جو الكوكب، صح. ها وانا كنت في زياره في الصيف، كنت في سويسرا، قعدت في يوروب شويه. كنت قاعد باكل في مطعم على ارتفاع 4000 متر. اوكي. مطعم في الجبل فوق. والست اللي كانت بتقدم لنا الاكل قالت لنا انه دي ثالث سنه او رابع سنه في الصيف الناس قادره تقعد بره في التراس تاكل. اوكي. لانه عامه الجو بيبقى حتى في الصيف ساقع جدا لدرجه ان انت ما بتعرفش تقعد بره. اوف. ثالث او رابع سنه ثالث او رابع سنه الناس قاعده بره في التراس بتاكل في المطعم ده في سويسرا. مرتفع 4000 متر، منطقه اسمها جريزون على 4000 متر. هو المفروض اصلا لما بترتفع بتقل درجه الحراره، ودرجه الحراره فانت حاجه و30. يا نهار ابيض، كارثه. فيا جماعه انا اسف ان انا يعني لا هو جميل بسود الصوره. لا بس هو مش تسويد اكتر منه بجد يا جماعه. لا احنا في مشكله، احنا عند الكوكب الجانب البيئي ما بقاش حاجه ترفيهيه الكوكب بيموت. الكوكب يا جماعه بيموت، واحنا لازم بجد تؤكد افراد ابروبتلي. ولازم الناس، انا عارف طبعا انه ظروفنا الاقتصاديه ما تسمح لناش قوي، بس مثلا حتى المواطن العادي اللي ما بيركبش عربيه، لو ما عندوش عربيه يتمشى شويه. مظبوط. امشي شويه. مظبوط. يعني بدل ما تركب تاكسي ياخدك 2 كيلو مثلا اتمشى. في حاجات كتير جدا. توفير
توفير الكهرباء، توفير الموارد. مزبوط. ان انا النهارده ما سيبش التكييفات شغاله طول الوقت. التكييفات يا جماعه تاثيرها البيئي مرعب طبعا. ها في حلول كتيره جدا. وعلى فكره احنا كشعب لا بس احنا قاعدين في غرفه أيوة مغلقه وفي بره دوشه، فمحتاجين التكييف. في ناس تانية مش محتاجه التكييف وسعرها شغال. فعلى فكره احنا على فكره حتى المواطن البسيط في مصر فاهم يعني ايه بيئه. مظبوط. يعني حتى المواطن البسيط دلوقتي احنا كلنا فاهمين طبعا ان الدنيا بقت اصغر بكتير من زمان. مظبوط. فدلوقتي المعلومه تنقل المعلومه ما بقاش محتاج ان انا عندي اشتراك في المكتبه. مظبوط. صح. انا ممكن اكون قاعد على القهوه وواحد جنبي بيشغل فيديو اتعلمت منه حاجه. صح. زي ما النهارده لو انت كنا قاعدين بنتكلم قبل البودكاست. ايوه. ها انت كنتش تعرف معلومه التوك توك؟ فعلا. ها ايوه. أيوه. صح كده واحنا قاعدين. صح. انا ما كنتش اعرف نفس المعلومه لان انا كنت ماسك الكتالوج بتاع التوك توك بقراه وكلام لطيف جدا. لما نزلت الشارع سالت على القرايات. بالمناسبه يا جماعه هو انا كان السؤال، انا كنت دايما شايف ان الحاجات الصغيره اللي بتشتغل بالبنزين انا كنت فاكر ان هي بيئيا افضل لان هي حاجه هتستهلك اقل وبتمشي كتير. طلع ان مثلا حاجه زي التوك توك كان من المعلومات الصادمه ان هو بيمشي. انت كنت قلت لي ان هو مكتوب في الكاتالوج بتاعه 4 لتر بنزين بيمشوك 100 كيلو. طلع ان او التفويله يعني او التفويله بتمشيك 100 كيلو. طلع الضعف. طلع الاستهلاك الضعف، زائد ان المواتير الصغيره اللي انت قلته لي ان هي عشان ما بتكونش كفاءتها عاليه فبتطلع تلوث بيئي اكتر من المواتير الكبيره. طبعا. وان هي محرك بدائي وفور ستروك تكنولوجي من بدايه القرن. بالظبط. هي العربيات ان جنرال القديمه اي حاجه بتشتغل بالكربيراتير ليها تاثير بيئي مرعب. فحطوا دي في راسكم وانتم بتركبوا عربياتكم اللي فيها كربيراتير. اي عربيه كربيراتير في الدنيا ليها تاثير بيئي مرعب. اوكي. ماشي. العربيات الجديده يعتبروا اخف وطأه. ليه؟ لان هم نظام الحقن الالكتروني المباشر. ونظام بالظبط كده. ونظام علب الشكمانات البيئيه كاتاليك كونفرترز. دول حاجتين بيشيلوا مشكله، يعني بيشيلوا جزء كبير من بس ما بيشيلوش المشكله كلها. طبعا. بيشيلوا جزء من المشكله. طبعا. فانت متخيل ان اقتصاد بلد زي مصر لحد النهارده كميه العربيات اللي دايره بكربيراتير وبتكنولوجي بدائيه ماشيه في الشارع قد ايه؟ وانا واحد من الناس، انا مذنب انا كمان لان انا راجل عندي عربيات كلاسيك والعربيات دي معظمها بكربيراتير. بس انا ما بركبش عربيات كلاسيك كل يوم، انا بركب عربيه جديده فيها الحاجات اللي هي بتساعد شويه. بس العربيات القديمه لما بخرج بيها ابتدى يجي لي احساس بالذنب. تخيل كلامك صح طبعا. ابتدى يجي لي احساس بالذنب وابتديت اقول لنفسي عشان ما يتأول بمشكله. هو انا يعني يعني هو يا جماعه لانه لا صح يعني مش دي احسن طريقه تتحرك بيها. لا بالظبط مش احسن طريقه تتحرك. طب سؤالي بقى بالنسبه بما انك ذكرنا موضوع التوك توك وذكرنا فكره التحويل للعربيات، عايز اعرف انت احنا شفنا يمكن في اخر في الايفنت اللي اتعمل كنت عامل انت توك توك كهرباء، ودي كانت من الحاجات المفاجآت بالنسبه لي. وايه تاني؟ قول لي بتفكر في موضوع الريترو فاتنج يخدم انهي فئه، وليه فكرت في التوك توك تحديدا، وليه فكرت في العربيات الصغنطوطه؟ يمكن قعدنا نتكلم عن الموضوع ده شويه فعايز اعرف الكلام ده هيزعل ناس. لا بالعكس ما حدش يزعل لانه احنا كلنا هنا علشان يعني طبعا لا كولكتيفلي كلنا لازم نساعد بعض. اكيد. ماشي. طبعا انا يعني الحته الانسانيه اللي جوايا يعني خلتني ابص لمنظومه العربيات الكهرباء في مصر والبدايه بتاعتها. اوكي. من الجانب الاقتصادي، زي ما انا كنت بقول لك ان انا عندي الجانب الاقتصادي على نفس حجم الجانب البيئي. مظبوط. وبعدين ابتديت اقول لنفسي يعني انا عايش في ايكونومي، او العالم كله اكشلي مش مصر بس مصر يعني يمكن اكتر شويه عايش في ايكونومي او عايش في اقتصاد يعني عنده مشاكل. وبعدين بقى اروح ابيع عربيتي عشان اشتري عربيه ب 600,000 ولا 700,000 جنيه جديده كهرباء علشان البيئه. طب ده يعني انت قلت لي كلمه عجبتني قوي اللي هي انت خدت مشكلتك اديتها لواحد تاني. بالظبط كده. هو ده بالظبط كده. انت النهارده يعني لو انا النهارده عايش في يوروب ورحت جبت عربيه كهرباء وعندي عربيه قديمه نوعا ما بنزين، بعمل ايه؟ بروح واخد المفتاح والعربيه موديهم لمقلب العربيات. مساء الخير يا جماعه، ميرسي يا جماعه على
وبياخدوا العربيه هم بيعاد تدويرها بطريقه او باخرى. يعني الموضوع طبعا ليه ستراكشر، ليه في هيكله للمنظومه دي. وهنا يبقى الاحساس عندي جميل ان انا النهارده راكب عربيه نظيفه نوعا ما، لان طبعا عارفين الكهرباء ما هياش 100% بس الدايركت ايميشن 100%. مظبوط. فالمنظومه دي صعبه جدا تتحقق في اقتصادنا والاقتصاديات الثانيه المشابهه. اوكي. فابتديت افكر اقول طيب انت ازاي بقى عايز تخلي الناس اللي هم وضعهم الاقتصادي مش قد كده يركبوا عربيه كهرباء ب 600,000 جنيه. صح. من هنا بدات الفكره. اوكي. من هنا ابتديت اقول لنفسي طيب احنا ليه عايزين نركب كل الناس عربيات كهرباء جديده، وليه مش عايزين نخش نبحر شويه في حته ان احنا نشوف حلول تانية. صح. فابتديت افكر في حته التحديث ده او التعديل بتاع الريتروفيت انه يبقى في متناول الناس. اوكي. وده تشالنج لان التكنولوجيا في الحته دي انت بدات يعني باصعب حته. طبعا بالظبط كده. التشالنج يعني خدتها من تحت لفوق، وده جامد جدا. ما هو مع الاسف الشديد هو ده اتس ذا اونلي واي اوت. اي حد بيشتري عربيه كهرباء جديده فبياخد الموضوع من فوق لتحت. صح. سهل جدا، انا عندي فلوس النهارده في البنك هبيع عربيتي وات ايفر العربيه اللي عندي نوعها ايه بكام، ثانك يو، هاخد الباقي اكمل عليه واروح اشتري عربيه كهرباء وانا مبسوط. وده هايل وبقول لكم اعملوه من فضلكم اعملوه، بس مش كل الناس عندها الاوبشن. صح. مش كل الناس عندها الحته بتاعت انا ممكن اقوم بكره الصبح من النوم اخد فلوس من البنك اروح اشتري عربيه كهرباء جديده. فالحل اللي احنا شغالين عليه حلول تناسب طبقات شويه عندها تحديات اقتصاديه. اوكي. وصلنا للتوك توك ليه؟ لانه انا طبعا لما عرفت المعلومات البيئيه المرعبه عن التوك توك ابتديت اتضايق، لانه الشركات المنتجه كان في غموض شويه في حته الاستهلاك الوقود والكلام ده كله. وطبعا احنا عارفين ان كل الناس اللي عندها تكاتك ودي طبعا باللغه الدارجه اكل عيش. صح. فالناس دي مش هاممها قوي حته ياخد كام لتر وما ياكلش كام لتر. فاحنا جنريت عملت ابحاث في الشارع، واحنا بجد احنا يعني 3/4 ابحاثنا is from the street and for the street. ده اللي احنا عايزين بجد نطبقه، ويعني نتمنى ان هو ده يكون الاجابه لجزء من المشكله. فلقينا انه التوك توك غول بنزين. التوك توك الغلبان ده ابو 3 عجلات ده اكتر حاجه شغاله، غول بنزين 24 ساعه شغال، ودول حوالي 5 مليون 6 مليون توك توك في مصر. صح. ورقم مرعب. وطبعا الرقم ده مش ديسكلوزد، يعني انت لو طلبت الارقام من وزاره التجاره هتلاقيهم اقل من كده. بس يا جماعه انا بقول لكم يا جماعه لا، مرعب الفرق بين استهلاك التوك توك في ال 100 كيلو، الفرق بينه وبين عربيه امريكاني من السبعينات. والناس اللي بتفهم في العربيات هتفهم يعني ايه عربيه امريكاني من السبعينات، يعني غول البنزين المشهور 3 لتر. يا نهار ابيض. في ال 100 كيلو، انت متخيل 3 لتر؟ لا انا بتخيل حاجه كمان ده، ان التكاتك دي 24 ساعه شغاله في الشارع جوه اماكن سكنيه، فانت انت عايش جوه. هو ده يعني. فانت النهارده مش قادر حتى تفتح الشباك. طبعا. يعني انت النهارده رايح تقول لواحد عايش في منطقه شعبيه ما تشتغلش تكييف، افتح الشباك، مش عارف. ما هو لو فتح الشباك حضرتك يعني في ديزل وعادم بره مش عارف اخد نفسي. فيعني طب اعمل ايه؟ فعايزين نبتدي شويه نفكر في البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي مع البعد البيئي. فهنا جت فكره تحويل التوك توك كهرباء، واحنا عملنا اول كوميرشال توك توك كهرباء في مصر. صح. يعني ده جبنا توك توك من انا اسف يعني في اللي انا اقول جبنا التوك توك من صفيحه القمامه. يعني طلعنا واحد كده وعندي الصور طبعا بيفور اند افتر يا جماعه اديها لك. لا منظر طبعا كان مرعب. يعني جبنا حته بتاع كده، وكنا قاصدين ان احنا نجيب حاجه من متهالكه من عشان توري ان انت ازاي ممكن يعني بدل ما تعمل انفيرمنتال امباكت انت خدتها وقعدت تستخدمها. هو ده اللي هو الريوز. هو ده فانا النهارده مش هرمي التوك توك، ما خلاص بقى وضع. طب هو الحل ان انا اشتري تكاتك كهرباء؟ لا. الحل ان انا اشتري تكاتك كهرباء. طب اعمل ايه في القديم؟ صح. هل انت عندك الفلوس ان انت كل شويه تقعد تشتري تكاتك كهرباء وعربيات كهرباء؟ ما عنديش الفلوس ان انا اقعد اعمل كل ده. والدوله النهارده كلنا عارفين حجم المشكله اللي بنمر بيها والتضخم المرعب اللي احنا عايشينه والعمله الصعبه اللي كل يوم بتخرج من عندنا بطلوع الروح. صح. فانا بقى النهارده اروح احل مشكله بيئيه ان انا اشتري تكاتك؟ لا طبعا، ده مش حل. الحل ان انا اعدل التوك توك ده عشان يتناسب مع اللي انا بعمله. صح. والتكنولوجي في الحته دي كل يوم بتطلع
مظبوط. كل يوم الرينج بيزيد، كل يوم الطاقه بتاعت المواتير بتبقى احسن. فده معناه ايه؟ انه انا استهلاكي حتى للكهرباء، لان احنا عارفين انه برضو العربيات الكهرباء يعني اي حاجه ماشيه بالكهرباء ليها برضو بعد بيئي، بس هو اقل وطئا من المحرك الاحتراق الداخلي. فكل ما التكنولوجي بتتطور كل ما ابقى انا قادر ان المركبه دي تشتغل فتره اطول بكفاءه اعلى عن ما كانت عليه في الاول. لما انا حطيت يعني دلوقتي مثلا حاطط بطاريات ليد جل مثلا قدامي اسبوع واحط بطاريات ليثيوم وبعديها بشويه في ار ان دي مفاجات اهو بتقول لي ما تقولش. لا ما بحرقش يا جماعه. تاني احنا لا نعيد اختراع العجله، احنا بس عايزين العجله اللي نعرف نركبها. يعني انا النهارده مش عايز اقول للناس ان انا مش مخترع، انا اصلا مش مهندس، انا راجل بجد يعني عندي يعني قلبه على بلده وبجد عايز اعمل حاجه للناس، لانه مش كل الوقت هيبقى فيه التيرنينج بوينت اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. احنا النهارده عايشين فعلا نقطه تحول ترانزيشننج كبيره جدا، وفي الاراده السياسيه، وفي اراده سياسيه بالظبط كده، بالظبط خلي الناس كلها مركزه على الموضوع ده. فيلا بينا نستغل الفرصه ان احنا كلنا في نفس المركب فور تشينج. مظبوط. والناس عندها فعلا وعي بيئي، بس هو اقتصاديا لازم يبقى الموضوع فايبل. وانت شفت طبعا في البانل اللي احنا عملناها في معرض نيكست موبيليتي، وبحب اشكرك جدا على الفرصه يعني انت طبعا اديتنا اول طلعه لينا في حياتنا كانت عندك، فيعني دي حاجه احنا بنشكرك عليها جدا. والبانل اللي احنا كنا بنتكلم فيها كانت بانل بجد يا جماعه. انا ما كنتش فاهم ان الناس فعلا مهتمه فعلا بالريتروفيت سوليوشن او التعديل اللي احنا بنعمله بالمنظر ده. احنا بيجي لنا سيل مئات من المسجز كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي بتسالنا فين وازاي وبكام. فده معناه ان فعلا الناس عندها وعي بيئي والناس مهتمه ان هي تعمل ده. فده اذا جود انديكيتور. احب اشكرك تاني انت والفريق في الكتريفايد. ثانك يو فيري ماتش. انت يعني بصراحه الواحد انت خلتني اهتم. يعني انا بصراحه انا مهتم بعربيات الكهرباء طبعا وكل حاجه، بس فعلا مع الازمه الاقتصاديه اللي موجوده وكل يوم بشوف الاسعار عماله تعلى وتعلى وتعلى، بدات احس ان العربيه الكهرباء بدات تتحول للاكجري برودكت، مش عربيه. يعني حتى انا بقيت مش هقول لواحد روح اشتري عربيه ب1,000,000 جنيه عشان البيئه، فاهم قصدي؟ يعني او عشانك. وفي الظروف الصعبه، ظروفنا صعبه، ظروفنا صعبه. احنا لو ظروفنا كويسه والدولار لسه ب 8 جنيه انا اقعد اتكلم انا وانت، اقعد اتكلم معاك ابيع العربيه بالقسط، اجي على نفسي شويه ممكن يعني. انما يا جماعه لا، يعني اهدار موارد غير عادي، ومش مواردنا احنا بس، ده اللي عايز بقى اشرحه لك. لا، هو موارد الكوكب. مظبوط. يعني النهارده العربيه الجديده برضو مع احترامي الشديد، انا عايز بس وانت اعلق على نقطه انت بتقولها كده يعني قدام الناس. عايز مره نعمل ورك شوب عندك على عربيه فيها يعني تورينا الكلام ده عملي بقى كمان طبعا، اللي هو بقى ازاي العربيه اللي انت القديمه خدتها اهي وهي بنفس الكومبوننت ما عملتش يعني طبعا. بجد لان انا منبهر وانت بتقول الكلام ده، لان بجد انا شايف فعلا ايه ده، ما بهدرش موارد وبحول عربيه وحاجه انا اوريدي موجوده. وعشان كده انت لما بتقول على البانل الناس كتير كانت بتسالك ليه، عارف ليه كانت ناس كتير بتسالك؟ لان الناس لما بتشوف اسعار العربيات هو شايفها انها بعيده جدا عنه بالظبط. لكن لما انت قلت انا بحول عربيه، بقى كل واحد عنده عربيه بيفكر في الحل اللي انت بتقوله ده. فانت وصلت المسج بتاعت العربيه الكهرباء وبتاعت الاويرنس والوعي بحل فعلا ممكن يعني وصل للماس الناس كلها. فده انا يعني اشكرك عليه. وعايز اسالك هل قدام هنقدر نشوف حاجه؟ انت بتقول عربيات معينه نقدر بعد كده نحولها على طول، فبقى الناس انترستد انك انت قلت لي الحته دي ان انت خلاص انا ممكن هعمل حاجه والناس بقت غيرت طريقه تفكيرها تشتري العربيات الصغيره عشان بدا يفكر ان دي اللي هقدر بعد كده احولها الكهرباء حتى لو مش دلوقتي. بالظبط كده قدام. شفت بقى ازاي فهو ده طبعا ده يعتبر برضو نوع من انواع التسويق. مظبوط. بس لحسن الحظ هو تسويق في محله. المره دي بقى هو مش تسويق لحاجه انا بحاول ابيعها وخلاص. صح. المره دي ده تسويق او فكر تسويقي بحت علشان اخدمك. مظبوط. ماشي. يعني انا النهارده لما اعمل لك
4-5 عربيات موديلات معينه، هم دول اللي هيبقوا كاول يعني مرحله ان احنا هنعرف نحول مثلا 5-6 عربيات. حلو قوي. فهم 5-6 عربيات دول هنعرف نحولهم مثلا للسنتين 3 الجايين، وبعد سنتين ابتدي ال6 عربيات دول بقوا 12. ماشي. فلانه انت عارف طبعا كله R&D، فمش كل حاجه. طبعا احنا عندنا طبعا معايير الامان والسلامه، دول اهم حاجتين، يعني دول حاجتين مهمين جدا. فاحنا ما ينفعش ان احنا نطلع نعمل 30 موديل كل يوم. لا اكيد. احنا عايزين نعمل شويه موديلات عدد قليل، وفي نفس الوقت ندي الناس الفرصه ان هي تشوف الموديلات دي في الشارع، وفي نفس الوقت الناس تتكلم، لانه احسن طريقه للتسويق وورد اوف ماوث. طبعا. فانا ممكن اعمل احسن كامبين في الدنيا بس البرودكت بتاعي مش فايبل، واصرف عليه ملايين. صح. صدقني في الاخر الكلمه للشارع. صح. اي حاجه هنعملها ملهاش اي لازمه لو ملهاش مردود في الشارع. مظبوط. دلوقتي. صح. وبعدين المردود ده هو اللي هيجيب كل حاجه وراه. مظبوط. فاحنا لازم نهتم براي الشارع قبل ما اهتم ب انا بقى عامل قد ايه وهكسب قد ايه وهدي. لا، مش عايز اشتغلها كده. صح. عايز اشتغلها الاول، لازم اثبت كفاءه المركبه دي ان هي هتغطي لي احتياجاتي وهعرف اشحنها في الاماكن دي. وطبعا احب اشكر الشركات الرائده في الحته دي، انفينيتي، متشكرين جدا ليكم. يعني انتم بجد يعني في حته جديده عليكم، وانا عارف ان الموضوع صعب والموضوع مش سهل، بس يعني بجد احييكم لان انتم بايونيرز. انتم من الناس اللي تبنت الفكره من اول يوم، وبجد تحيه للانفينيتي وكل القائمين عليها يعني. فهي مساله وقت. طبعا. انت عارف جه في دماغي ايه دلوقتي؟ انت بتتكلم على موضوع العربيات الموديلات المعينه. اساسا بدايه العربيات الكهرباء تعتبر ريترو فيتنج. طبعا. كل الشركات طبعاً. في الاول جاب الفيات البنزين قلبها أيوة كهرباء، جاب الجولف. انت عارف طبعا انه الريترو فيتنج او العربيات الكهرباء ان جنرال من 1800 وحاجه. ايوه. انت عارف تاريخ العربيات الكهرباء. أيوة. طبعا. أيوة. مش عايزين نخوض في تفاصيل السياسه. أيوة. صح. او ان احنا يعني بيقول عليها ايه، يعني مش عايزين نبقى بوليتيكلي انكوركت. يعني عايزين نكون النهارده بوليتيكلي كوركت شويه علشان نحاول ان احنا ندي امل للناس، لانه with political incorrectness comes افكار، واحنا مش عايزين ندي افكار. احنا عايزين نقول انه العربيات الكهرباء مش فكره جديده. العربيات الكهرباء فكره من 1800 وحاجه، وده يخليك تفكر كتير جدا هي ليه العربيات دي قعدت الفتره دي كلها ساكته. صح. وانا ساكته عشان كهرباء طبعا. بس كده بس صح. يمكن احنا نعرف الاسباب. صح. وطبعا صح. كل حاجه موجوده دلوقتي على جوجل، فلو دخلتوا على جوجل كتبتوا ليه ما فيش عربيات كهرباء من 1800 ومش هيقول لك. فانت فايند يور اون رياليتي يعني، او انت دور على الحقيقه اللي تناسبك. بس الحقيقه ان احنا متاخرين. الحقيقه ان في كلايمت تشينج وتغيرات مناخيه مرعبه على كل الحتت. يمكن احنا عندنا حسن حظ شويه في مصر انه الموضوع مش، لا، في حتت تانية اقل حظا مننا، وده عامل مشاكل كبيره جدا. فيعني الوضع مش كويس. طبعا اكيد. والموضوع مش عربيات. هنشوف. انا بحاول مش عايز ادهن الصوره سوداء خالص يعني، بس بجد الموضوع وحش. الموضوع طبعا سيء أكيد. جدا. أكيد. والكوكب بكل مخلوقاته، الانسان والحيوان والطير والمايكرو اورجانيزم كل حاجه في الدنيا بتعاني من التغيير المناخي. مظبوط. فلو كل واحد فينا حب يعمل الحته اللي هو شاطر فيها، او الحته اللي هو يقدر عليها، بلاش شاطر فيها، الحته اللي هو يقدر عليها اعملها. اكيد. You need to be more proactive. You need to be more responsible. أكيد. محتاج تكون مسؤول شويه. أكيد. محتاج تكون يعني محطه الاتوبيس دي لا همشيها، التكييف ده لا هقفله، النور ده هو مش ترشيد استهلاك بس. هو لما انت بتعمل الحاجات دي مع محطه الكهرباء دي هتشتغل اقل. فهي الحكومه لما بتقول نقفل تكييف ونفتح تكييف وكده الناس بتضحك. كله بيسمع في كله. هي الناس بتضحك، بس انا لا، هو المفروض ما فيش حاجه مضحكه في الموضوع. لانه التغيير المناخي حقيقه مرعبه ومشكله كبيره. تحب نحب انا طبعا اشكرك جدا على البودكاست ده، جميل يعني وجديد من نوعه.
نتكلم على حاجه فيها انوفيشن انفايرمنتال كبير. ايه الجمله اللي تحب تختم بيها؟ والى ان نلقاك في ورك شوب خاصه بالريتروفيتنج، نحب نوري الناس بقى اللي انت بتعمله. انا انبهرت يعني لما جيت لك، فحابب الناس كمان تشوف ده عملي. بس ايه الجمله تحب تختم بيها اخيرا؟ احب اقول للناس ان انتم لازم تكونوا شويه برو اكتيف، نكون مسؤولين اكتر، نكون قلبنا على البيئه اكتر. لو انا سايق عربيه قديمه ومحتاجه ظبطه عشان ما تطلعش كربون اكتر، اظبطها. لو انا مشغل تكييف طول الوقت وبنساه، افتكره. اتوبيسات الدخان اللي بيضرب في وشنا ما هو ببقى سايق اقسم بالله مش ببقى ماسك السكوتر بلاقي في وشي طبعا يعني طب والله ما انا راكبه. احب بس يعني خليك مسؤول شويه، يعني خليك حس بالمسؤوليه. احنا محتاجين نحس بالمسؤوليه لانه هو وقت صعب علينا وهيبقى وقت اصعب على اولادنا. فما كنتش بتفكر في نفسك وبتفكر في ولادك، وكلنا بنفكر في ولادنا وكلنا بنفكر في مستقبلنا وازاي نأمن لهم مستقبلهم تعليميا واقتصاديا وعاطفيا. بيئيا اهم من ده كله. أكيد. لان هي دي، هم دول شويه الهواء اللي هيخشوا الرئه. أكيد. وهو ده شويه الخضره اللي هينفعونا، وهي دي شويه الميه اللي احنا هنشربها، وهي دي الارض اللي احنا هنمشيها. فخليكم شويه مسؤولين. اشكرك جدا يا باشمهندس عمرو على الكلام ده بجد. والناس برضو حابب اقول لهم لو في اي استفسارات خاصه بالريتروفيتنج او بالاسئله للباشمهندس عمرو، ممكن تقدروا تسيبوها في التعليقات، وان شاء الله باشمهندس عمرو يعني هنرد عليها على طول في التعليقات او من خلال شركه جنريت دايركت. انا مش مهندس. خلاص الناس عرفت خلاص. نشكركم جدا، والى لقاء في حلقه جديده ان شاء الله. متشكر ليكم.